الاخوان اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيجيني بحال شويه حشومه ولا عيب نهضروا فيه، ولكن هو حقيقه عاش. يعني هادشي راه كيوقع لبزاف ديال الناس. فاليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع. شوف راسكم بان كاينين الناس اللي ما كيدخلوش الطواليت من غير الطواليت ديال دارهم. تخيلوا ما كيدخلوش للطواليت من غير الطواليت ديال دارهم. والله حتى كاينين. تخيل كيكون في الخدمه ولا كيكونوا في مسافرين، فلا كانوا في الخدمه كيخرجوا كيديماريو طوموبيلاتهم ولا كيشدوا طاكسي ولا كيشدوها بجريه الا كانت دارهم قريبه ليهم، كيمشيو للطواليت كيدخلوا كيرتاحوا عاد كيرجعوا لديورهم. ولكن الا قلتي ليهم دخلوا للطواليت هي كاينه في الخدمه، كيقول لك لا ما نقدرش انا ندخل للطواليت والناس كاينين كنحشم. ولا كانوا مسافرين كيقول لك لا ماشي الطواليت ديالنا، خصني نرجع للطواليت ديال دارنا وعاد ندخل ليها. الطواليت ديال السفر وما كتجيبش لهم في باش يديروا شي حاجه، سبحان الله كيبقاو عاديين. ولكن هذا راه مرض كيتسمى مرض الخجل. تخيل البنت كانت تزوجات، نسيت سليمان بالضبط، تزوجات وكانت ساكنه قريبه من دارهم، تزوجات حدا دارهم. فكانت كتخرج من دار راجلها وكتمشي لدارهم تقضي غارات في دارهم وكترجع لدار راجلها، وما تقدرش تدخل الطواليت ديال دار راجلها حيت ما ولفتش عليها، وحيت الطواليت دارهم هي اللي كتعجبها. فكتقول لك انها ما كتقدرش، ما واخا تتحاولات مره وجوج وثلاثه والو. فهذا صراحه مشكل كيعانيو منه بزاف الناس، ولكن هو ساكتين عليه. فالناس اللي عندهم هذا المشكل صراحه راه خص شي حل، خص شي حل هذا المشكل. فهو راه مرض كيتصنف مرض نفسي، كيدخل في الناس اللي عندهم اللي كيحشموا بزاف. ماشي كيحشموا في الحياه العاديه، غير كيحشموا في هاد لابارتي بالضبط. ما باغيش يشم ريحته، ما باغيش يعرفوا شنو كيدير. ما يمكنش الاخوان، حنا كنا بحال يعني حنا كنا كندخلوا الطواليت كنديروا حوايج في الطواليت، راه بنادم راه عارف شنو كاين في الطواليت. ولكن الانسان ما كيقدرش يدخل للطواليت، وهذا اللي عنده هذا المشكل خصو يبالي يمشي عند الطبيب قبل ما يفوت الفوت. واللي كيعاني من هذا المشكل يخلي لي في لي كومونتير، واللي لقى ليه شي حل يقولوا لنا حتى هو.